السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء. هواي من الأخوة يقولون بأن شعارات من قناتك ما جاي توصلنا، شنو السبب؟ حبيبي الغي الاشتراك وارجع اشترك من جديد وراح يوصل لك شعار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، تحياتي لكم وربي يعطيكم الصحة والعافية. طبعا اللي ما يوصل شعار من قناتي حصرا خليه يلغي الاشتراك ويرجع يشترك من جديد حتى لما انشر فيديو يوصل له اشعار. اليوم طبعا حصلت جدول مال نظام الدوام واضح من احد المدارس. هسه يجي واحد يقول لي هذا الجدول ايش منه كل احنا؟ لا حبيبي، كل مدرسة والها جدول خاص، بس هذا الجدول اخذته من احد المدارس حتى اشرح عليه. واضح؟ يعني هذا الجدول ما يشملكم انتم، لا، كل مدرسة والها جدول خاص حسب المدير وحسب الكادر، هم اللي يرتبون الجدول. اما هذا الجدول انا اخذته من احد المدارس، يعني ما يشملكم انتم، لا، كل مدرسة ولها جدول خاص. مثل ما تلاحظون الدوام الرسمي يبدي يوم 29/11. الدوام الرسمي متى يبدي؟ يوم 29/11. إذا تلاحظون، شوف هسه مثلا على سبيل المثال مو يجي واحد يقول لي هذا الجدول إنه، لا حبيبي، هذا الجدول أخذته من أحد المدارس، يعني كل مدرسة ولها جدول خاص. فهسه عندنا يوم الأحد فرضا الرابع العلمي، مثلا راح يتقسمون إلى شعب: رابع علمي ألف، رابع علمي باء، رابع علمي جيم. ليش؟ حتى أعداد الطلاب تتقلص مثل ما شرحنا لكم سابقا. واضح؟ عندك مثلا يوم الاثنين الخامس الأحيائي ألف، وخامس أحيائي باء، كذلك خامس أحيائي مثلا تطبيقي ألف وباء هيج. مثل يوم الثلاثاء عندك الرابع الأدبي، يوم الأربعاء مثلا السادس أدبي، يوم الخميس الخامس أدبي هيج. زين، اللي اريد اوضح لك انه هذا اليوم اللي راح تحضرون به هو الدوام مو يوم واحد. واضح؟ يوم واحد حسب الجدول اللي راح تحدده مدرستك. واضح؟ مثلا هسه فرضا انا طالب ثالث فرضا. واضح؟ فرضا انه انا العفو طالب رابع، ماشي، فراح اداوم فقط يوم الثلاثاء، كل ثلاثاء اداوم يعني بالمدرسة، ماشي. والدوام ايش راح يكون؟ راح يكون هذا اليوم حسب اليوم، مثل باكر سادس أدبي يجون بس السادس، عقبه رابع أدبي يجون بس الرابع، عقبه خامس مثلا علمي يجون بس الخامس. يعني المدرسة كاملة بهذا اليوم راح تشمل شعبة وليس كل الشعب. فهمت المقصد؟ يعني هذا اليوم الواحد اللي راح تحضرون بيه تحضر بيه شعبة واحدة حسب الجدول. مثلا هسه يوم السبت السادس يجون السادس، يوم الأحد الرابع يجون الرابع، يعني هاي المدرسة كلها بس الرابع. واضح؟ الاثنين مثل الخامس يجون بس الخامس، الثلاثاء الرابع يجون بس الرابع. واضح؟ وحسب الجدول اللي راح يسوي مدرستكم، هذا الجدول خاص بأحد المدارس، أخذته من أحد المدارس. أما أنتم لا، لكم جدول خاص تاخذون مدارسكم. الدوام يبدأ يوم الأحد 29/11. مثلا هسه عندنا يوم السبت فرضا السادس الأحيائي. واضح؟ فرضا هسه عندنا أول يوم يكتب لهم اسم المدرس. واضح؟ يعني يكون خاص هذا اليوم. السادس أحيائي فرضا الدرس الأول عندهم إنجليزي، الدرس الثاني عندهم رياضيات، الثالث عندهم عربي، الرابع عندهم رياضة، الدرس الخامس عندهم رياضيات، الدرس السادس عندهم أحياء، الدرس السابع فيزياء، الدرس الثامن كيمياء. زين، إذا تلاحظون عدد دروس هواية، بس ما اعرف هل هذا العدد 8 دروس ثابت كل مدارس لو بس هاي المدرسة، ما اعرف، بس اكيد انه ثابت هذا 8 دروس، او هي حسب ترتيب المدرسة، يعني حسب ترتيب المدرسة. بس هذا الجدول اللي ماخذه انه 8 دروس لكل مرحلة. مثلا فرضا باكر عندكم الرابع احيائي، العفو الرابع العلمي، فيدرسون 8 دروس، عقبه مثلا الخامس احيائي يدرسون 8 دروس هيج. بس هاي التعليمات ثابتة مال 8 دروس ما اعرف، ماشي. هو اكيد يعني راح يطولون الدروس. ليش؟ لان تعرفون انه هو يوم واحد يعني بالاسبوع، لكل مرحلة يوم واحد، لكل مرحلة مو كل مراحل، لكل مرحلة يوم واحد، ماشي. فأكيد راح يعني تزيد عدد الدروس، العفو عدد الحصة مال الدرس، يعني مثلا 8 دروس 7 تصير 6. بنفس الوقت مدة الدرس راح تقل، مثلا فرضا 30 دقيقة 25، يعني حسب التعليمات اللي راح تجي من التربية. بس أنا هذا كله هسه الجاي أحكي هو عبارة عن فرضا ومثال. واضح؟ فرضا ومثال، يعني هذا الشيء مو واقعي. انت كل مدرسة ولها جدول خاص منظم، شلون هسه هذا تنطيكم اياه جدول منظم تعرفون بيه امتى تداومون من كل اسبوع.
ماشي، وش قد عدد الحصص، ايش قد الدروس، ايش قد مدة الدرس. كل هاي تعليمات ان شاء الله تنزل من الوزارة، بس هذا حصلته على مود اسوي لكم عليه يعني فيديو حتى تفهمون شلون راح يكون الدوام. لان اكو طلاب تقول انه كل المراحل تداوم هذا اليوم، لا، مرحلة واحدة تداوم باليوم الواحد اللي مختارينه بالجدول. واضح؟ مثل ما وضحت لكم، مثل رابع ادبي يداومون ثلاثاء، الخامس يداومون مثلا يوم الخميس، والسادس يوم الاربعاء، هيك يعني. انا اليوم الفيديو حبيت اوضح المقصد يعني، مو انه هذا الفيديو عبارة عن شيء رسمي، لا، مجرد توضيح يعني، لا اكثر ولا اقل. والدوام يبدي يوم الاحد 29/11، هذا اليوم اللي راح يلحقكم يعني مثل بالاسبوع تداومونه. باقي الايام ما تقعدون بيها، لا، يكون عبارة عن نت يعني على مواقع التواصل وعلى التلفزيون التربوي. شلون على التلفزيون؟ راح ينطوكم قنوات على التلفزيون غير قنوات التربوية. يعني هسه نازلة عندنا على التلفزيون وحدة اللي هي قناة التربوية الفضائية. واضح؟ بعد ينزل فوقها اثنين احتمال او اكثر، الله اعلم. وعلى التلفزيون وعلى النت وهيك يعني، راح يكون الدوام ناجح ان شاء الله. وهذا مجرد توضيح للعلم يعني، ملاحظة، مجرد توضيح مو شيء رسمي. فقط حبيت اوضحكم عن نظام الدوام يعني. والله يحفظكم يا رب، وتحياتي لكم، وفي امان الله وحفظه. والكتب اللي يريد كتب وتسجيل ما تسجيل فيقدر يروح يوم الاحد بوقت الدوام، ويقدر يروح هذا الاسبوع، فالمدارس مفتوحة. تحياتي، في امان الله.